انت مالكش الا ربنا، مش هينفعك الا ربنا. محدش هيصلحك الا ربنا، وياخد بايدك الا ربنا. فما تقول، ما تعتمدش بقى ولا تتكل ولا تتعشم في فلان ولا فلانة. يا رب يا رب وبس. بدل ما انت قاعد تتصل بفلان 8-9 ساعات تحاول تحصله فين، سيبك منه، انسى بقى وقول يا رب، قول يا رب والجأ لله. وبطل شكوى بقى، ابدأ العلاج. هتفضل طول عمرك تشتكي اصلا تعبان، انا نفسي اصلي، نفسي ابطل تدخين، نفسي ابطل بنات، نفسي ابطل سجاير، نفسي ابطل تلفزيون، نفسي ابطل شات، نفسي وبعدين خلينا عايشين في نفسي. مش ربك بيقول عن الناس اللي زي كده؟ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل. حضرته عايش على امل. طب ابقى قابلني قاعد يتلهى بالامل، عنده امل انه يبطل، انه يكون، انه يعمل. بطل لهو الامل وابدأ العمل فورا. ابدأ العمل، كف عن الشكوى وابدأ العلاج. لذلك الشكوى نوعين. في ناس بتشكو للتفلت، تشكو للاعتذار. اصحاب المنطق التبريري تشكو لتبرير الخطأ. اشتكي لربنا العقبات والعوائق والمشاكل، اشتكي لربنا واستعن بالله عليها، وربنا يدبر لك الامور. اللهم خير لنا فإننا لا نحسن الاختيار لأنفسنا، ودبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. عزيمة قوية وإرادة ماضية. إرادة ماضية. قل لي ياه، هو الموضوع خطير كده؟ خطير للدرجة دي؟